السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية فيديو جديد مع قناة محمد السيد. النهاردة يا جماعة حابب أكلمكم أخواتي على أرخص كارت شاشة في السوق المصري. الكارت ده يقدر يشغلك ببجي على 60 فريم، ويشغل لك يعني لعب تانية يعني زي جي تي اي في على 40 فريم وألعاب تانية كتير هوريها لكم دلوقتي حالا. وزي ما انتوا شفتوا أداء الكارت في الألعاب دي عامل ازاي، زي جي تي اي في المتوسط الفريمات 40 فريم، وببجي من 53 ل60. والكارت ده معايا حاليا، والكارت يعني كويس جدا في الألعاب وأداؤه هيرضيك. وما تنساش إنه الكارت ده يعني أرخص كارت يعتبر في السوق المصري. يعني الكارت ده هتلاقيه بسعر 300 جنيه، يعني على قد الإيد. يعني 300 جنيه ممكن تشتري بيهم كوتشي تيشيرت. ده كارت لو أنت عايز تبتدي بيه حاليا، تلعب بيه لغاية ما تجيب كارت مثلا جايب تجميعة جديدة والميزانية خلاص يعني، وتجيب الكارت ده يمشي معاك الغرض لحد ما تلاقي إيه، لحد ما تجمع فلوس تجيب كارت. وإن شاء الله هننزل على القناة كروت بأسعار من ما بين 1000 ل5000 و3000، وإن شاء الله اللي جاي على القناة حاجات كويسة جدا. يا ريت الاشتراك واللايك. دلوقتي هوريكوا اسم الكارت. الكارت هو ال R5 240 1 جيجا، نسخة ال1 جيجا. في نسخة تانية 2 جيجا، دي أعلى في السعر طبعا. الكارت يعني يعتبر كارت، يعني يعتبر شبه معروف. هتلاقيه عند أي تاجر. يعني الكارت ده سهل إنك تلاقيه يعني عند أي تاجر هتلاقي الكارت ده عنده ال R5 240، وسعره ما بين ال 300 جنيه و 350. لو فصلت معاه ممكن ينزلوا لك ل 250، ولو 350 ينزلوا لك ل 300 جنيه. أهم حاجة تلاقي الكارت طبعا محتاج باور سبلاي. يعني مش لازم باور سبلاي، أي باور سبلاي الكارت ده يركب عليه. والكارت يعني كويس جدا، و وأداؤه طبعا يعني شبه مرضي في الألعاب بالنسبة لسعره طبعا. فكبداية هيكون كارت كويس جدا. ولو بس ما تتوقعش منه اللي هو يبقى في ألعاب، يعني الألعاب الكبيرة محتاج تريبل ايه يبقى كويس، لأنه مش هيبقى طبعا أوي. ده كارت يعتبر 300 جنيه. وإن شاء الله هننزل كروت تانية في القناة، استنونا، وهننزل تجميعات قريب جدا.